شيء بنعاني منه أنا وإنتي وأي حدا بعمر المراهقة، لأنه هذا الوقت حساس، الوقت اللي بنبلش نحس فيه على كل شيء حوالينا ونوعى على الأشياء الجديدة. بهذا الوقت ممكن نطور مشاكل مثل عدم الثقة بالنفس أو الرهاب الاجتماعي اللي رح نحكي عنه اليوم على طلب متابعة كتير حلوة. أول شيء رح نحكي عن كيف بعرف إذا أنا عندي هذا الرهاب الاجتماعي. مثلا إذا كنتي عم تحكي قدام ناس بتحسي حالك مراقبة وإنه كل الناس عم تطلع عليكي أنت، أو ببلش قلبك بدق بسرعة. مثلا ما فيك بسهولة تروحي على المول وتسألي عن سعر شيء، ما فيك بسهولة تعطي برزنتيشن عرض تقديم بالمدرسة قدام الطلاب كلهم. إذا كان عندك هدول أعراض الرهاب الاجتماعي واللي هو السوشيال انكزايتي، وبحياتنا بوقت ما كلياتنا بنعاني من الرهاب الاجتماعي، ولهي صار عليه كتير بحوثات ولاقوا كتير حلول. بما اني انا نفسي كنت كمان احس او خاف اني احكي قدام الناس بعمر ما من زمان، استخدمت بعض الطرق اللي ساعدتني. فلما شفت هذا السؤال بالتعليقات حبيت اني اعمل هذا الفيديو عنه بما انه شيء عندي خبرة فيه. أول شيء اعرفي إنه طبيعي، هو لا إنه غباء ولا إنه ضعف ولا إنه فشل، هو بشكل مختصر حالة من الخجل الزايد أكثر الناس عانت منه بالبداية. بس ما بصير إنه نستسلم. إذا بحس لما أنا بيجيني ضيوف بتوتر، أو إذا كنت بالمدرسة وكنت مع مجموعة طلاب بتوتر، حاولوا إنه ما تتغيبوا عن هاي الاجتماعات، بالعكس تقصدوا إنكم تروحوا عليها، وإنكم تنوجدوا بمكان تضطروا انكم تكونوا اجتماعيين، انكم تحكوا، انكم تطرحوا سؤال وتنسألوا. اذا كانت صعبة عادي اني تغيب شوي، بس لكن لا تقطعوها. اذا تدربتي شوي شوي بتقدري عن جد انك تتخطي هي الرهبة اللي عندك اياها. 2، واللي هي انه تتدربي على المواقف الصغيرة. ما في داعي فورا تروحي وتحكي قدام المدرسة كلها مثلا او قدام العيلة كلها، لا، ولكن تدربي على المواقف الصغيرة. يعني حاولي بالمدرسة تحكي مثلا طالبة جديدة، او انك تروحي على المول وانك تجربي تروحي لحالك وتسألي سؤال، او انت وبالصف مثلا حاولي انك تجاوبي على اكثر من سؤال. حافظي على تواصل العين. لما انا بحكي عادي اني اطلع هيك وهيك، ولكن اني طول الوقت هيك ما اقدر اني اطلع بالكاميرا، مو شغلة منيحة. فمن الشغلات اللي كتير بسيطة واساسية اللي لازم تعمليها انك تحافظي على تواصل البصري. تتخيلي لوح جليد كبير، وكل ما عملتي خطوة صغيرة انت بتكسري قطعة من هذا الجليد، واخر شيء بتلاقي انه بدون ما تحسي راح، وانك ما عاد تشعري بالخوف، وانك هلا عن جد انك صرتي قادرة تحكي قدام المدرسة كلها. انه هو عن جد كتير طبيعي انه الناس تحكي مع بعضها، وحتى ببالك انه انت الشخص اللي لازم يكون بيحكي وبيسأل وانه بيبادر اول شيء. فخدي هي الخطوة الاولى وعيدي مرة ورا مرة، واكيد رح تفرق معي. الخطوة الثالثة وهي إنه لا تراقبي نفسك كتير، لا تكوني كتير واعية على الشيء اللي عم تحكي، الطريقة اللي عم تنظري فيها، شو عم بعمل بإيدي مثلا، كيف قاعدة، كيف شعري، شو لابسة اليوم، طب حلقاتي شلون. فلا تكوني مركزة على شكلك، ولكن ركزي على الحكي، ركزي على السؤال بدك تسأليه، ركزي على الحديث يلي عم تحكيه، ركزي على الشخص يلي أمامك. وأنت لما ما بتركزي كتير بشكل الشخص رح تشوفي إنه الشغلة رح تصير متبادلة، وهداك الشخص ما رح يركز بشكلك، وهيك حتقدري إنك تحكي بسلاسة وسهولة أكتر بدون ما تخاف. هو السبب الرئيسي للرهاب الاجتماعي هو انه نحن كتير واعيين على نحن شو اللي عم نعمله هلا. فانت حاولي انك تتناسي هذا الشيء. تذكري انه الناس ما كتير بتركز على الاشياء اللي بتخصنا قد ما نحن مركز عليها. يعني اذا قلتي كلمه غلط، مسحه ما حدا ضحك عليها، انت حتفكري بهذا الموقف اكثر بكتير من هذاك الشخص اللي انت بفكره انه عم يفكر فيكي. فبهذا الوقت بتكوني انت بس عم تعذبي حالك وتضيعي وقتك. خليكي واقعيه، لانه بالفعل الناس ما بتفكر فينا قد ما نحن بنفكر بحالنا. النصيحة الرابعة وهو انه خدي نفس. كتير بسيطة وجدا فعالة. حاولي انك خدي النفس، عدي 1 2 3، بعدين بهي الطريقة جهازك العصبي بيسترخي، هيك جسمك حيهدى ودماغك حيسترخي، ورح يعطي دماغك إشارة إنه هو قادر إنه يتعامل مع هاي المواقف. بما إنه هلا أخذتي نفس وصرتي هادية، صرتي قادرة إنك تعطي وتاخدي مع الناس وتشاركي بالأحاديث وتطلعي شوي شوي من السيف سبيس، من مكانك الحامي يعني، بدون ما تشعري بهذا الرهاب الاجتماعي. ومكاننا الآمن أو السيف سبيس هو ممكن يكون بيتنا أو غرفتنا، أو ممكن تكون مدرسة أو بيت صديق. يعني أي مكان بتحسي فيه إنه أنا بقدر إني أكون على طبيعتي هو بيكون السيف سبيس. فأنت بدك تحاولي بالعكس إنك تطلعي منه وتكوني على طبيعتك وين ما كان. النصيحة الخامسة والأخيرة، تبي أنت بالضبط شو اللي بسبب لك هذا الرهاب الاجتماعي. ممكن يكون الناس اللي بنحكي معهم، ممكن يكون الموقف، المكان او الحديث اللي عم ينحكى. ممكن تكون عدة عوامل طبعا. فانت اذا كتبتي حتاخدي فكرة اكثر عن يلي عن جد عم سبب لك هذا الرهاب الاجتماعي، وتقدري عن جد انك تتخطيه. يعني امثله من شغلات ممكن انك تكتبيها، هو انه انا اسلم على شخص جديد، يعني مثلا صديقة لصديق، او اني احكي قدام الصف، او اني اعطي رايي لما بكون مع مجموعة من الاشخاص. انت اذا عرفتي بالضبط شو وجعك حتقدري تتخطيه. بعد ما كتبتي كل شيء حتجربي كل اسبوع
أنا بقول كل أسبوع وقت كويس. لازم تجربي على الأقل إنك تواجهي موقف من هدول المواقف، لأنه أنت ما فيك تتخطي شي دفعة واحدة. فإذا واجهتي خوفك رح يعطيك إحساس بالقوة وإنك قادرة وإنك عم تتحسني، وهذا هو تماما نوع الشعور اللي لازم تشعري فيه لما بتكوني أنت عن جد عم تتخطي رهابك الاجتماعي وخوفك إنك تحكي قدام الناس. حابة اني هذا الفيديو بكم كلمة، هو انه الرهاب الاجتماعي مانو ابدا عائق للابد. خذيه هو كفكرة تطوير نفسك وذاتك وثقتك بنفسك. بالنهاية هو تدريب على شيء وما حيضرك ابدا. كل مرة بتحكي فيها رغم خوفك او بتسألي سؤال رغم خوفك، عم تظهري لنفسك نسخة اقوى وشجاعة اكثر من يلي قبلها. لا تتناسي المشكلة وتتصرفي وكأنها مو موجودة او تنطريها لتختفي، لانه ما رح تختفي. اذا ما واجهتيها ما رح تختفي. الفرق الوحيد بينك انت واي شخص بتعرفيه هلا بيحكي بثقة هو انه هن تدربوا نفس التدريبات اللي انت لازم تعمليها هلا وانت لسه ما بلشتي. وهيك بكون حطيت كل معلوماتي عن الرهاب الاجتماعي بهذا الفيديو. اذا بتحبوا احكي لكم عن شيء تاني يكون عندي فيه خبرة او اني مجربته، اكتبوا لي تحت بالتعليقات وخبروني بعد شهر او شهرين اذا هي نصائح فادتكم. بدي اقول لكم كل وحده فيكم بتجنن مميزة بطريقتها، فلا تنسوا تبتسموا اليوم. باي باي.